من تراثنا الشعبي. جدي وجدك قالوا زمان الحواديت أشكال والوان، واحنا الليلة هنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان، فيها حلاوة أهل بلدنا ذوق ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، فيها حلاوة أهل بلدنا ذوق ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة. توتة 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 ادي معاد الحدوتة، توتة 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 ادي معاد الحدوتة. حواديت شعبية. حواديت شعبية. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل. كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب. الغناء عبد الرزاق إبراهيم. يرويها لكم أحمد أبو العنين. إخراج خالد منيب. كان ويا ما كان في سالف العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام. كان فيه راجل خياط مبسوط الرزق، يحب الضحك والفرفشة، وكانت مراته معاه تحب الطرب، مقضيين حياتهم ما بين النكتة والفرفشة والقفشة، ما بين النزهة والضحكة، لا شايلين هم ولا الهم عارف سكتهم. في يوم من الأيام كان الخياط راجع من البستان هو ومراته بعد ما قضوا يوم جميل، وهم في السكة شافوا عن بعد راجل شكله مش هو، ملخبط الخلقة وعلى وشه أصباغ كتيرة ملونة، مسنود على سور ومش قادر يخطي ولا حتى قادر يتقدم خطوة. قربوا منه. الله، واقف كده ليه يا راجل يا ملخبط؟ هو ملخبط بعقل، ده ملخبط ومشخبط وقفاه في وشه. لو انت الصادقه دي عينيه هي اللي في قفاه. ما ترد يا راجل، ردت الميه في زورك، مالك؟ رد على ستك وتاج راسك. يا اختي بتبحلق فينا كده ليه؟ بتتشبه؟ يكونش جوز امك؟ فلا الله ولا فالك، جوز امي مات من زمان. يو يا اختي هو مبلم كده ليه؟ انت صدري، قلبي، ايد دي ولا شومة؟ اهو ناطق. يا حلاوه يا ولاد، يا حلاوه يا ولاد. ملخبط شكلك ليه كده يا راجل؟ بتشتغل ايه وايه اللي انت عامله في وشك ده؟ انا مين؟ نعم يا اخويا. انا مين وفين وليه؟ انا عشان ايه؟ الله، شارب حاجة يا راجل؟ انا شارب مرقة فرخة عتقية كتمة
كتمة على نفسي. يا راجل يا كذاب. عليا الطلاق من ابو الفتوح الخياط. انت شارب حاجه؟ انا انا شارب حلة ملوخية مخلية دماغي وزنة كده؟ طب تعالى معانا بقى وليلتك زي خلقتك. تعالى معانا فين يا ابو الفتوح؟ ناخده البيت نفوقه ونعشيه ونضحك عليه للصبح. فوت قدامي. بيقول لك واحد حب يقعد على طوبة قعد على أمشير. انت طلعت لنا منين يا راجل انت؟ انا طلعت لكم في البخت. اشرب اشرب، شوربة سمك يا حمدون عاملاها لك بالكرفس. اشرب. شربت اشرب كمان، دي هتونونك وتخليك عال. اشرب وخد صدر السمكة دي. لا صدر سمكة ولا رجلها. امال تحب ايه في السمك؟ احب الكوارع. خد دي سمكة نيلي تستاهل بقك. افتح بقك. كده حشرتيله سمكة بحالها في بقه. ده عليه بق يبلع خرتيت مش سمكة. الله، مالك يا حمدون مالك؟ هو وشه زرق كده ليه يا ابو الفتوح؟ يا خبر، الراجل بيطلع في الروح. ظهر السمكة وقفت في زوره. اضربه على ظهره عشان يبلع. يا اخويا انت بتضربه ولا بتذممه؟ يا خبر ابيض، ده انت عجيته. ايه في ايه؟ الراجل فطس يا خرابي. ده ما بيحطش منطق. مات. رحنا في داهية رحنا في داهية. هس ولا كلمة، ولا من شاف ولا من دري. يعني ايه؟ ولما العسكر يعرفوه القاضي يشنقنا انا وانت يا اخويا. ولا عسكر هيعرفوا ولا قاضي هيشنقنا. اسنديه معايا. هنروح بيه فين يا ستي هنروح للحكيم يداويه. يداويه ازاي؟ ده مات. المهم نبعده من هنا بأي شكل وبس. واسنديه معايا. اتحركي يا ولية. سندوه وفي جنح الليل أخدوه وعلى الحكيم ودوه. ضربوا الباب، طلعت لهم جارية قالوا لها احنا معانا ابننا عيان وعايزين له طبيب. قالت حالا حنديله. دخلت بسرعة تنادي على الحكيم. اتسحب الخياط ومراته في الضلمة ووقفوا حمدون مسنود على السلم وخدوا ديلهم في اسنانهم وقالوا يا فكيك. نزل الطبيب من على السلالم يجري، عطرت رجليه بشيء غريب، سقط على السلم. بص الطبيب تحت رجليه لقى اللي سقط انسان. قال يا خرابي، زقيت الراجل وقعته مات. بقى محتار يعمل ايه. هداه تفكيره يشيل القتيل ويرميه في بيت جاره. شاله ومن فوق الحيط دحرجه لحد ما سقط حمدون في بيت جار الطبيب. وكان الجار طباخ عند السلطان. يا ساتر، ياه الدنيا مالها كحل كده. وادي الباب. ايه ده؟ ايه في ايه ورا الباب؟ حاجة حشرة الباب ومش عاوز ينفتح. يا نفيسة، يا نفيسة، يا ولية انت. مين؟ انت لسه بتقولي مين؟ قومي اتنحرري. يو ما تخش يا راجل. اخش من الباب ازاي وفي حاجة محشورة وراه؟ حاجة ايه؟ انت اللي تعبت وصحتك راحت عدم. امال طباخ ازاي؟ يا مسلوع يا عديم الصحة. وبعدين بقى استنى لما افتح لك الباب. يا اللي راحتك يا بعيد. اعملي لك همة. كل ليلة جاياني اخر الليل وتقلقني من نومي. وادي الباب. يوه هو ماله معصلك كده ليه؟ يا ولية بص وراه شوفي ايه اللي حايشه. اديني بصيت يا لهوي. ايه؟ حرامي. حرامي؟ استني لما ادخل له. حرامي معرفش ورا الباب اهو. طب ناوليني الشومة من جنبك. تلاقيه هو اللي سرق فراخنا والمعزة اللي يا دوب لسه والده. انا كمان هخلي وعيته زي وشه. خد
خد يا لهوي خد يا لهوي، خد ده ما بينطقش، خد. ما بيتكلمش ايه ولا كأن الضرب محوق فيه. ده؟ يا لهوي بالي، مالك؟ ده مات مات؟ مات من الضرب الغلبان. طب بص، ولا كلمة، اقفل الباب، ولا من شاف ولا من دري. يعني ايه؟ يعني حتى حنتويه في اي مصيبة، ولا عاوزة تودينا في داهية؟ بص خراسي خالص. شال الطباخ حمدون وفكره انه من الضرب مات، ونزل على السوق وكانت الدنيا ضلمة والناس في عز النوم، وقصاد دكان من الدكاكين سنده وسابه واقف. اللي يشوفه من بعيد يقول حي يرزق. ورجع الطباخ بسرعة وقفل عليه الباب، وعلى باب الدكان حمدون المسكين واقف مسنود. اللي يشوفه يفتكره من الحيين. وعلى وش الفجر معدي راجل من التجار كان سهران في بيت من البيوت وراجع البيت سكران. هات القنينة واقعد لاعبني. ده انا دماغي تقلت بالشكل. انا رايح فين؟ ايه اللي ممشيني في قلب السوق الساعة دي؟ وانا ما نسيتش اللي حصل لي اول امبارح. مش ولاد العفاريت سهوني وانا راجع وخطفوا العمة؟ مش يمكن الليلة دي مستنيين وهيخطفوا العمة الجديدة اللي لسه شاريها؟ امشي بس اخد بالي واتبت على العمة، وهي العصاية في ايدي، اي حركة ضيعهم. لو يقعوا في ايدي ولاد الحرامية. الله، ده واحد منهم واقف على باب الدكان وبيبحلق لي. لا، دي ليلتهم مش فايتة بقى. اعمل نفسي ماشي بتطوح، واول ما اقرب منه اروح نازل عليه كده اهو. الله اكبر، الله اكبر، ظهر الحق وزهق الباطل. خد شايفك يا مجرم يا قتال القتلة. مين؟ العسكري. شايفك وانت بارك على رقبته وبتخنقه، شايفك والله العظيم. اخرس وقدام انت والقتيل على القاضي. شالوا القتيل وعلى بيت القاضي ودوه ومعاه التاجر المتهوم. انعقدت المحكمة في الحال، حضروا الشهود والكتبة أوام، والمجلس تم والكل اتلم. ومحكمة قام الشهود قالوا على اللي شافوه، وبعد الشهود جاء دور التاجر المتهوم واعترف التاجر في الحال. ايوه انا فضيلة القاضي. ليه؟ وشخبطت وشه بالاحمر والاخضر ليه؟ والله ما انا، هو اللي كان واقف في الضلمه ومشخبط خلقته عشان يخوفني. ويخوفك ليه؟ كل ليله كده. تعرفه؟ ابدا. امرك عجيب. رد يا راجل كويس. والله ما اعرفه. امال منين عرفت انه لابد لك في الضلمه؟ شوف يا فضيلة القاضي. قول ربنا يبتليك بمصيبه. قول. كل ليله اسهر في الحانه اسمع لي كام غنوه. وتشرب لك كام قدح منقوع براطيش. عرفنا. واروح مبسوط. مبسوط ازاي؟ قول تروح متدهول ومش شايف سكتك. اللي تحسبه حضرتك. وبعدين خلصني. البدولي في الضلمه. مين؟ معرفش، شويه شباب على رجاله ميصين. ويلبدولك ليه؟ يهزقوني. ليله من الجلابيه يشدوني، وليله بنوى البلح يرموني، ومن ليلتين سرقوني. سرقوك ازاي يعني؟ خطفوا العمامة، والليلة لما شفته لبيت لي في الضلمة. لبدلك عزرائيل ياخد اجلك. خلصني. قلت ما بدهاش،
سهيته وهجمت عليه مات. العسكري شافك وانت بارك فوق منه وبتخنقه. ما حسيتش بنفسي كده؟ طيب يا حدق، حكمنا عليك بالحبس لمدة 10 أيام. يحيى العدل، يحيى العدل. اخلص خالص. هتترقص لي يا اخويا؟ فرحان قوي. صبرك لما اخلص بقية كلامي. اتفضل يا زين القضاة، يا من جعلك الله نصيرا للمظلومين. حكمنا على المتهم بالحبس لمدة 10 أيام عقوبة السكر والعربدة، وبعد انتهاء ال10 أيام قسم يا اخويا، قسم يا نصير المظلومين، قسم. وبعد انتهاء ال10 أيام يشنق على باب المدينة. ايه بتقول ايه؟ هتشنقوني؟ عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكلمة واحدة هاخدك على قفاك، فاهم؟ ذاع الخبر في البلد، حضروا عشان يتفرجوا، واخر النهار كان الكل متجمع. انحط حبل المشنقة في رقبة المسكين، ويدوب هيسحبوا من تحت رجليه الطبلية، صرخ واحد من الموجودين: عندك الراجل ده بريء، واللي قتل حمدون انا اللي قتلته، ومراتي تشهد عليا. وقفوا الشنق وانعقدت المحكمة من جديد. نعم يا اخويا، انت الاخر. انا سعد الطباخ. طباخ؟ تعرف تسلق لحمة واقمر عيش يا مولاي. طيب لما تخلص الجلسة ابقى حود عليا. امرك. خش في الموضوع. داخل البيت زي عوايدي وفتحت الباب، حاصلك الباب، ناديت على الحرمة. الحرمة اللي هي مين؟ هتكون مين يعني؟ مراتي طبعا. وما جبتهاش معاك ليه يا ولد؟ اصلها ما بتتعراش على رجالة يا مولاي. طيب خش في الموضوع. نزلت المسكينة تفتح لي الباب، عصلك صرخت الصرخة، قلبي سقط في رجليا. زرقت انا من الباب، لقيته لابدلي ورا الباب. ايه حكاية لابدلي دي؟ مش بقول اللي حصل؟ كمل. قالت لي هو ده الحرامي اللي سارق فراخنا وبطنا والمعزة، وكمان بتربوا بط ووز ومعيز. ما تنساش يا ولد حود عليا بعد الجلسة. امرك. خش في الموضوع. هي قالت كده، مسكت العصاية، وفين الني يستوي؟ ضربته؟ عجيته، مات في ايديا. اعمل ايه؟ مشكلة. شلت انا والحرمة وسندناه قصاد الدكان وسبناه في السوق. يعني التاجر ما قتلهوش وانت اللي قتلته؟ ايوه. الله يعكنن عليك يا بعيد. ليه يا مولاي؟ ما انا لازم اشنقك. وماله؟ الله، والبط والوز واللحمة. عندك الحرمة، اتجوزها وهي تزغطك من خير اللي حسيبه ورايا. والله فكرة برضه. حكمنا على سيد الطباخ بالإعدام شنقا، والإفراج عن المتهم محمود التاجر بعد انتهاء عقوبة السكر والعربدة. خدوا يا ابني علقوا من زمارة رقبته، وابعت هات الحرمة تبقى تصوت عليه شوية. يا دوب هيسحبوه، حضر الطبيب يصرخ وقال على اللي حصل. قال مش هو القاتل، انا يا ناس القاتل. جات لي واحدة وجوزها ومعاهم القتيل عيان، نادوني، نزلت اجري في الضلمة، عثرت في العيان، سقط من على السلالم مات، فشلته ورميته في بيت سيد الطباخ. قال القاضي افراج عن سيد الطباخ واعدام للطبيب القاتل. وفي اخر الجلسة صرخ ابو الفتوح ومراته حفيظة: عندك. ايه ده؟ وده يطلع مين ده كمان؟ انا ابو الفتوح الخياط. وايه اللي دخلك الجلسة تصرخ انت ومراتك بالشكل ده؟ اللي قتل حمدون انا يا جناب القاضي. نعم يا اخويا. هو اللي قتله يا بيه. استنى انت يا حلوة، بتقول ايه يا اخويا؟ انا اللي قتلته. لا،
انا اللي قتلته. ده ايه القضية الملخبطة دي؟ هحكي لك يا حضرة القاضي. لا انا اللي هحكي. قربي يا حلوة، قربي في النور عشان اشوفك. اهو. ايه الطعامة دي؟ اللهم صل على انا اللي هتكلم وهحكي. لا بقى، هي اللي هتتكلم وهتحكي، ولو قطعتها هلبك. قلت ايه؟ اتكلمي يا اختي. انا كنت راجعه انا والمحروس جوزي من الفسحه، كنا بنتمشى في البستان، يا بخته. لقينا صاحبنا ماشي في السوق بيتطوح. صاحبنا اللي هو مين؟ حمدون القتيل. ها وبعدين؟ حاطط في وشه احمر واخضر ودهن قرطه بالدقيق. قلنا ناخدوه ونعشوه ونضحكوا عليه. وبعدين؟ كان عندنا سمك مقلي، قعدنا هو ينكت وانا زغطه، حشرت له سمكه بحالها في بقه ما حطش منطق. ازاي يعني؟ زاور وزرق، والظاهر والله اعلم السمكه وقفت في زوره. طب اعمل ايه بقى في التهمه دي؟ شلتوه وديتوه لبيت الطبيب. طلعت الجاريه تنادي عليه، سندناها على السلم وقلنا يا فكيك. حلاوتك انت يا طعم. الله، يعني انت اللي موتيه؟ ايوه يا اخويا. انت متأكدة؟ زي ما انا شايفاه. حكمنا بالشنق على ابو الفتوح الخياط. هو انا عملت حاجة؟ الرأي رأي المحكمة، ولو نطقت كلمة هاكلك بسناني. طب وانا؟ انت يا طعم انت افراج. بس انا اللي حطيت له سمكة في بقه كتمت على مراوحه. ايوه بس مين اللي اشترى السمك في الاصل؟ سابوا الفتوح. ولولا انه اشترى السمك ما كانش المرحوم مات. مش كده يا طعم؟ كده يا اخويا. الله، واحنا بنلعب ولا بنلعب؟ خدوه اسلقوه. عندك. ربنا يهد حيلكم يا بعدة. عندك ايه تاني؟ مولاي السلطان طالب المتهمين والقتيل في التو والحال. مولاي السلطان، والله رحت في داهية يا قاضي نعسان. واتلموا ونساقوا البيت سلطان البلد، وفي وسطهم عساكر شايلين حمدون القتيل. دخلوا القصر واستأذنوا، سمح لهم السلطان بالدخول. في وماله حمدون مضحك السلطان؟ مضحك السلطان هو حمدون؟ مهرج القصر؟ ايه ما تعرفوش؟ ده اللي بيضحكني ويفرفشني. عشان كده دهن وشه احمر واصفر. ايه ده؟ مين اللي عمل فيه كده؟ انا يا اخويا كنت بوكله، اتحشرت في بقه سمكة كتمت على نفسه. كده يا حمدون؟ عليا انا الكلام ده؟ في حاجة يا اخويا؟ اسكتي انت يا ولية يا تخينة يا فشة. سيبوا حمدون على الارض نايم واقعدوا هناك بعيد. اتحرك يا راجل منك له. كده برضو يا حمدون؟ عامل ميت؟ لكن على مين؟ عليا انا برضو الكلام ده. هاتوا طبيب القصر وهاتوا معاه عصاية وتكون بتلسوع. حضر الحكيم في الحال، كشف على حمدون، أمر بزيت دافي ومدلكات القصر. دلكوا حمدون رقبته وزوره بالزيت والدهان، وباللكمية زغد الطبيب حمدون. لكمية في ظهره جديدة طيرت السمكة من بقه. السمكة طارت من هنا، صرخ حمدون وقال حرمت. نزل عليه السلطان بالعصاية يلسوع فيه، وحمدون يتنطط ويرقص من الفرحة، والناس حواليه تضحك وهي فرحانة. وأفرج الوالي عن الخياط وعن حرمه وعن الطباخ والحكيم والتاجر. لكن بعد ايه؟ بعد ما نشف جلد البعدة من القتيل اللي لا كان قتيل ولا غيره. توتة توتة هي اللي معانا، خلصنا الحدوتة الليلة. توتة توتة هي اللي معانا، خلصنا الحدوتة الليلة. راح نتقابل المرة الجاية واتجمعنا صحبة جميلة. راح نتقابل المرة الجاية واتجمعنا صحبة جميلة. الحواديت لسه هتحلو وهنسمع ونعيش في
الحوادث لسه هتحلو وهنسمع ونعيش في الجو. بس ان شاء الله ده اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوكة. بس ان شاء الله ده اللي سمعنا ما تقولش عليها ملكوكة. ايوه خلاص الحدوكة. لقاؤنا الأسبوع القادم. أحمد عبد الفضيل، خالد منيب. ايوه خلاص الحدوتة.